بتدور على نصك التاني، خد بالك ما تحكمش بالمظاهر. احيانا لما تيجي تدور على شريك حياتك بتحتار شويه وبتسال، وبتعرف حد ملتزم وتسمع عنه غلطه فتتعقد وتقول خلاص كل المتدينين كده. في ناس بتغلط بس ما ينفعش نعمم. يعني لو شاب ملتحي بياكل والعياذ بالله ترمس في الشارع وبيشرب صوبيا بالبستاشيو، او بنت محجبه استغفر الله بتاكل ايس كريم، يبقى كل الملتزمين كده؟ لا طبعا. مش كل شاب بدقن يبقى ملاك نازل من السماء، ممكن يكون بوشين، واحد بدقن والتاني لا. وفي العكس، مش كل اللي لابسه نقاب او طرحه طويله ملاك برضه، ممكن تكون شريره وبتختبي الناس. لكن في منهم ناس زي سيدنا يوسف وزي بنات شعيب، جمال واخلاق. بص يا بطل، من الاخر التدين ما فيهوش شكل معين ولا لون ولا ريحه، مش هتعرفه من زرار القميص المقفوله للاخر. الخشوع بيكون جواه، كل واحد فينا جواه خير وبيتمنى ان ربنا يحبه. فعشان كده لما تروح تخطب او يجيلك عريس خليك طبيعي واضح واسال ببساطه، مش محضر كلام عادي. قول لو حابب تسالني عن حاجه اتفضل، وكل ما يسالك اساله نفس السؤال. سمعه الانسان بتفضحه وتسبقه لما تسال عليه كويس. لو صالح هتلاقي الناس شايفينه في المسجد، ولو خبيث هتلاقوهم شافوه بيأسد لب في البلكونه، او شافوه بيخلص فلوسه على سندوتشات الطعميه واثار الادمان باينه على وشه. فما ترفضوش عشان مش ملتحي رغم انه حافظ نصف القران وبار باهله، وما ترفضهاش عشان طرحتها عاديه رغم ان عبايتها واسعه وبتسلم وانت بتدور على ايدها جوه الكم. الاخلاق هي الاساس، لان الدين كله خلق، ومن فاقك في الخلق فاقك في التدين. ادعمني بقى واعمل اعجاب ومتابعه.